السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتش الأهلي والهلال السوداني اللي خلص بنتيجة 1-0 للنادي الأهلي. أسباب اللي حصل إيه في الماتش؟ أنا من وجهة نظري سببين اتنين مفيش غيرهم ومش هيطلعوا براهم أبدا. رقم واحد إن إحنا معانا مدرب ما ينفعش خلاص يدرب كرة تاني. خلاص كده هو شطب وطلع اللي عنده في أول موسم، وبعد كده مشيت بتوع الوالدين ومشيت بأداء اللعيبة. تاني سبب وده برضو سبب مهم، ان مستر كولر على تأليفه ده فقد الهيبة بتاعته مع اللعيبة. خلاص الهيبة بتاعته ما عادتش موجودة، التعليمات بتاعته ما بتتنفذش بالحذافير، ده اذا كان في تعليمات اصلا من بابه. اللعيبة بتنزل وعلى الله حكايتها، اللي عنده حاجة يعملها رجالة. تشكيل ما يعلم به الا ربنا، تشكيل حذرنا منه كتير من ايام ماتش الاهلي والزمالك بتاع السوبر. والتأليف تأليف في تأليف في تأليف في تأليف، ما عادش بيزهق الراجل ده، ما عادش بيزهق. وهو ورانا لغايه اما يجلطنا كلنا واحد ورا التاني. هل ده مدرب يصلح يمسك النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ تبقى مصيبه، والله تبقى مصيبه. هو كده كده حلوه قوي وجاب اخره وكفايه عليه. في حد يلاعب الهلال السوداني فرقه على الله حكايتها ما فيهاش غير واحد بس اللي بيلعب كرة في نص الملعب والباقي كله على الله حكايته، ما عملوش هجمه، ما شاطوش شوطه توحد الله، تنزل تقابل الهلال السوداني ب2-6؟ يا راجل يا مفتري، 2-6. اتنين ما عندهمش اساسيات الهجوم في الكوره. مش هقول لك ما عندهمش اساسيات الكوره، اساسيات الهجوم في الكوره ما فيش واحد فيهم بيعمل باصين ثلاثه ورا بعض وسلام. مروان عطيه بيحاول وبيجتهد بس غصب عننا عنده ميس باص كتير. اكرم توفيق على راي الشابوني اللي عايز مقطف وفاس وينزل يحرد في الملعب. تعزل نص الملعب عن خط هجومك، وسام ابو علي وجراديشار انا شفت جراديشار مات في الملعب. جراديشار عشان كان ينزل يستلم كرة كان بينزل لغاية المنطقة بتاعتنا احنا عشان يستلم ويطلع يسلم. امام عاشور تعدمه وتلعبه شمال، جناح شمال. واشرف بن شرقي تلعبه جناح يمين. هي ودنك منين يا جحا؟ هو انت لو لعبت بالملعب معدول مرة لله مرة لله هتموت ناقص عمر، هتموت ناقص عمر. يعني انت شليت 90 مليون بني ادم وهو بيتفرج على الماتش. يا اخي حرام عليك التله فينا. مره واحده لله، مره واحده لله. اكرم توفيق ومروان عطيه اللي هو طريقه لعبهم زي بعض لعيبه بتلعب بالباور والصحه، ولاعيبه عفياجيه بلغه الكوره. محدش فيهم بيعرف يعمل باص لقدام صح، الباص الوحيد اللي بيتعمل صح اللي لورا. يعني اكرم توفيق ومروان عطيه متعلمين الكوره على ورا مش على قدام. زيهم كان زي شويه كان بيرسي تاو ساعه ما كان مستواه نازل، كان متعلم الكرة على ورا. وجايب احمد رضا ومقعده بره على الدكه. احمد رضا عنده لمسات جميله. راجل شايف الملعب، بيعرف يشوف الملعب خط نص وكل حاجه، بس بيعرف يكشف الملعب ويشوف الملعب. الباص بتاعه الى حد ما كويس، افضل من اللي موجود. ما بنقولكش ان هو ميسي ولا انيستا، بس افضل من اللي موجود. كان هينقلك بسرعه، كان هينقل الهجمه بسرعه من خط النص لخط الهجوم. كان يعرف يشغل جراديشار وسام ابو علي. امام عاشور الوحيد في فرقتك اللي رجليه في الشوط كويسه على الجول، تخليه جناح شمال تدفنه في الناحيه الشمال. يعني عك في عك ولخبطه في لخبطه ومش هتسيبنا إلا لما تموتنا كلنا. يعني واحده كمان زي دي في موريتانيا، واقعد بقى روح اجز في سويسرا شويه. يعني الحركه دي اعملها في الماتش بتاع العوده في موريتانيا، ونقعد كلنا بقى نستناك اما تيجي من سويسرا ان شاء الله على الماتشات الجايه عشان تاخد. اوعى تكون بتعمل كده عشان تاخد اجازه. عايز تاخد اجازه، خد اجازه وامشي. وبعدين انا عايز افهم دور سامي قمصان في اللي بيحصل، في العك اللي بيحصل ده ايه؟ يعني هل سامي قمصان ده بدون شخصيه خالص؟ خالص. محمد شوقي ده ما عندوش شخصيه خالص. الكركبه اللي بتحصل في الاهلي دي، اقسم بالله الكركبه اللي بتحصل في الاهلي دي من ساعه ما سيد عبد الحفيظ مشي. من اول ما سيد عبد الحفيظ مشي والاهلي ضرب غص لتحت ما طلعش. انا عايز افهم ايه مشكلتكم مع سيد عبد الحفيظ؟ ايه مشكلتكم مع سيد عبد الحفيظ؟ هو كان ورثكم؟ سيد عبد الحفيظ راجل بيأدي وافضل مدير كرة
من بعد ثابت البطل دخل النادي الاهلي. ليه؟ اللعيبه فكت. اللعيبه فكت. ما عادش حد من اللعيبه مقتنع بالمدرب اللي بيديله تعليمات من بره، وطول ما هو مش مقتنع بالمدرب خلاص يعوض ربنا. يعوض ربنا على الفرقه دي. مش معقول يكون معاك السكواد ده كله. هاجمنا مجلس الاداره وهاجمنا محمود الخطيب وعملنا اللي عشان نجيب صفقات، ولما الراجل جاب صفقات تقيله، جاب صفقات تقيله الكل يتمناها، قلنا خلاص الامور هتتعدل. اتاري العيب مش فيهم بس. اتاري العيب مش فيهم. العيب ان في بره قاعد لنا عجوز بمقشه، فاضل له مقشه ويطير زي الساحره الشريره. الله يسامحكم. الله يسامحكم. الله يسامحكم.